رسائل مهمة من أوسوريو إلى لاعبي الزمالك خلال التدريبات الجماعية الأخيرة. الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق وجه عدة رسائل للاعبي الزمالك قبل 48 ساعة فقط من مباراة سولار الجيبوتي. هذه المباراة المقرر إقامتها يوم السبت القادم ضمن مباريات إياب دور ال 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، حيث اللقاء لقاء مهم جدا لنادي الزمالك كون نتيجة مباراة الذهاب ليست في مصلحة القلعة البيضاء. المدرب الكولومبي ومن معه الكابتن مدحت عبد الهادي وعلى هامش التدريبات الجماعية الأخيرة تحدثوا مع اللاعبين مؤكدين على أهمية مباراة سولار وضرورة الفوز بثلاثية على الأقل لضمان الصعود إلى دور المجموعات. وشدد الكولومبي خلال حديثه على ثقته في إمكانيات اللاعبين من أجل التأهل إلى الدور القادم وعبور الفريق الجيبوتي من أجل الوصول للأدوار القادمة وتخطي هذا الدور، مطالبا اللاعبين بالتركيز في اللقاء وتنفيذ تعليماته بكل دقة لعبور المباراة. نفس الشيء تحدث به مدحت عبد الهادي وأكد أن المباراة ستكون سهلة جدا إذا أراد اللاعبين هذا، معربا عن ثقته في اللاعبين لتخطي هذا الدور من أجل إسعاد الجماهير البيضاء.